أحبتي جميعا. طبعا جايكم بقصة غريبة جدا وعجيبة حصلت يوم الأحد اللي فات. يوم الأحد اتصلوا علي ناس الحلة قالوا لي يا علي جباي في زول وقع في شارع بيتكم جنب مستشفى. قلت لهم يا جماعة أنا بعيد، فتصرفوا ودوا المستشفى. وقد كان اتصلوا بالشرطة والشرطة دخلت المستشفى، وبعد ذاك بدوا في إجراءات والأطباء اشتغلوا فيه وما قصروا واسعفوه وكده. لما وصلت المستشفى قالوا لي احنا عايزين نصل لاهله. قلت لهم ما مشكله، احنا صرنا شغلنا. فصورته رفعته مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك. فبعد نص ساعه تقريبا اتصل علي جارنا النذير، قال لي على جباي يا اخي رفعته ده عمي. قلت له يا نذير يا اخي تعال شوفه بنفسك، لانه العيان ده ما عنده اوراق ثبوتيه. وقد كان جاء بنفسه وشافه قال لي ده عمي. قلت له خلاص يا نذير اتصل على اهلك خليهم يجوا وعمامه وكده. بعد ذاك عمامه جو كويس وبدوا الاجراءات طوال الرسميه في انه يدخلوا له العنايه وكده. اصلا المدير العام كان حيصدق العنايه مجانا، لكن لما ظهر اهله بعد ذاك هو طبعا حيقوم الاجراءات دي لهم يعني. فدفعوا الرسوم وكده، فدخل في حاله بتاعت انعاش قلبي يعني. انعاشوه وانا مع الوقت ذاك مرقت لما بدوا ينعشوه. فجيت بعد ساعه تقريبا سالت يا جماعه المجهول اللي حصل عليه شنو؟ او اول عم النزير حصل عليه شنو؟ وطبعا طلع اسمه عبد العظيم. قمت انا طوالي رفعت في الصفحه انه يا اخي وصلنا للمجهول اسمه عبد العظيم وكده من حي العرب. سبحان الله قالوا لي توفى. اتصلت على النزير دوام الله. يا نزير ربنا يرحمه كده، عزيته. قال لي العزا في الحاره التاسعه. قلت له خلاص ان شاء الله بوصلكم. وبعد ذاك انا قمت انشغلت بمريضه ثانيه برضه كنا عايزين ندخلها العنايه، ووصلت يومي عادي في المستشفى يعني. سبحان الله يوم الاثنين يوم الثلاثاء انا زي ضرب لي المسا على جباي انت وين؟ قلت له يا اخي انا برضه بعيد حاليا لكن جاي على المستشفى. قال لي يا اخي موضوع غريب جدا جدا. قال لي يا عمي المرحوم ظهر يا زول. وطيب انت فتت منه؟ قال لي والله ما اعرف انه. قال لي سبحان الله نفس الشبه. قال لي غسلوه عمامي بيدهم اللي هو اخوانه، غسلناه نحن وكفناه وصلينا عليه في الجامع. وقال لي سبحان الله صلوا عليه عشرات الناس يعني، صفوف كثيره جدا جدا. اتدفن في احمد شرفي. وطيب هذه يحلوها كيف؟ قال لي يا اخي كان في اسره ظهروا بيتوا ولد قالوا ده خالهم، احنا غلطناهم في النهايه اقتنعوا انه شنو ده ما خالهم. قال لي يا اخي شوف الناس زين. وقد كان قمت انا لقيت انه الناس زين صح جو المستشفى وسالوا مني وكده. وبعد ذلك اتصلت معاهم وقلت لهم تعالوا قابلوني في المستشفى. هم طبعا بدوا في الاجراءات القانونيه وكده، فقابلوني في المستشفى وقلت لهم تعالوا نمشي للنزير واهله. مشينا للنزير واهله. بعد ذاك حولونا من التامن ومشينا التازعه طوالي العزا هناك. مشينا قابلنا اخو عبد العظيم اللي هو الزول اللي افتكره ميت. فسالناه حصل شنو؟ قال لنا والله يا اخي عبد العظيم اخوي ده يا هو ظهر فجاه وكده في حي العرب، والناس كلمونا ضربوا لنا بعد ما فرشنا وعملنا الكرام واي حاجه. النزير قال لي يا اخي اصلا عمي ده بيطبعه ما شايل تليفون. والحاجه الثانيه في ست شاي لقيت في الديات. قالت لي يا عبد العظيم يا اخي احنا امبارح اكلنا كرامتك انت بعادي يا زول وانت شنو؟ قال لا بعادي كيف؟ قالت لي انت بعادي يا زول انت مع عبد العظيم، احنا امبارح دفناك يا زول وشيعناك وبكينا فيك. مشي جرح يا العرب بقى الحله كلها ملمومه، والناس مستغربه انه الزول ده منو الظهر ده. هو بعد ذاك طبعا ضربوا لاخوانه في التازعه اللي هو ناس العزا. قال لهم يا جماعه الزول ده ظهر. لما جاهم هناك من الخلعه عنده اخته عندها سكري قالوا اغمى عليها. سبحان الله القصص دي كلها حكوا لنا. الحاجه الغريبه في الموضوع انه عبد العظيم والمرحوم الحقيقي اسمه ابراهيم السعيد ادريس الاثنين في الستينات، والاثنين ما متزوجين، والاثنين بيشبهوا بعض، والاثنين بيشيلوا شنطه، والاثنين ما عندهم تليفونات، والاثنين ما عندهم اثبات هويه. نفس الحياه انطبقت غير انه اخوان عبد العظيم ما عرفوا لما كان بغسل فيه ولما كان في المستشفى يعني. حاجه غريبه جدا جدا سبحان الله وعجيبه. وبعد ذاك طبعا قربت الاسرتين مع بعض وقعدنا مع بعض. والمهم عزيزي الاسره الحقيقيه التعزيه تحولت من اسره عبد العظيم لاسره ابراهيم، واكرمونا وفطرنا معاهم وحلفوا علينا. طبعا لقينا عبد العظيم ذاته راقد في السرير، وانا طبعا وثقت معاه صور واتكلمت معاه. طبعا قلت له انت المفروض طبعا دي حقوق المرحوم يعني. فسبحان الله ده اللي حصل. لكن الحكمه ما هنا، الحكمه في انه الزول اللي اسمه ابراهيم ده الله يرحمه يعني ليه صلوا عليه عشرات الناس
وليه دعمت له كرامه. وحتى الدعوات بعد ذاك لما عرفوا الناس انه ده ما هو، الدعوات كلها توهبت له، وحتى الكرامه توهبت له بعد ذاك من ابراهيم وعبد العظيم ذول الحي. فانا قلت السر شنو يعني؟ سبحان الله لما سالت بنت اخوه لاخته قالت لي يا خالد كان مؤذن له اكثر من 10 سنين في الحاره السادسه يعني. قالت لي يا اخي خالد كان عنده تكيه بيدعم الناس يعني، وراه سر كبير جدا جدا. والله سبحان الله يعني ربنا عايز يكرمه في الدنيا قبل الاخره. يعني احنا لو ما كان صورناه وما كان رفعناه وما حصل الكلام ده كله كويس، يعني كان حيدفن بطريقه رسميه، اللي هو حيجي الشرطه يستلموا، وبعد ذاك حيمشي النيابه، من النيابه حيمشي المشرحه، الاجراءات الروتينيه دي. وبعد ذاك طبعا المشرحه قاعد مقفله من الساعه، بتقفل من الساعه 4 مثل للساعه 8 صباحا، حيقعد كان ساعات. وبعد ذاك حيدفن دفن عادي جدا جدا، وما معروف كان يعني مثلا الدفن وين. طبعا بعد ذاك الشرطه لما هم يظلوا حيوروهم محل دفنوه كده يعني. فدي حاجه عاديه يعني. لكن سبحان الله المصلين والحاجه اللي حصلت دي يعني حاجه كانت غريبه جدا جدا، وحاجه عجيبه جدا جدا. وانا لحد هسه انا مسؤول يعني من الحاجه اللي حصلت دي، واول مره تمر علي الحاجه دي. عموما ربنا يرحم شيخ ابراهيم رحمه واسعه ويجعل الجنه مسواه، وربنا يمد في عمر اخونا عبد العظيم بالبركه والعافيه ان شاء الله يا رب العالمين. وبرضه اخونا بشير ما قصر، عمل الكرامه وعمل كل الواجب. وطبعا قرش العنايه دفعوها، رجعوا لها ناس المستشفى. وطبعا مش عملوا بلاغ هناك اسره عبد العظيم انه عبد العظيم ظهر بعد ما طلعت له شهاده وفاه. وطبعا حاجه غريبه جدا جدا. وسبحان الله اجراءات كلها تحولت من عبد العظيم الى ابراهيم يعني. وبجد انا ذاتي لما شفت عبد العظيم انا ما صدقت الحاجه دي، لانه الشبه مبالغ فيه في كل حاجه، كل المواصفات يعني مطبقه مع بعض. رايته حدث غريب جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.